مرحبا بكم جميعا. أنا علي عبد الله كولو، محامي من مدينة الدرباسية، محافظة الحسكة. في العام 2012 قمت بدراسة تحت عنوان التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا. قمت بنشرها وتم نشرها في مركز إسبار أيضا. الآن أقوم بتسجيل هذا الفيديو لأن هنالك البعض من الشوفينيين العروق إسلاميين الذين تجاوزوا النظام في شوفينيته وعنجهيته وإنكاره للواقع والحق فيما يتعلق خاصة بمنطقة الجزيرة، وأنهم ينكرون وجود الكرد أو أن الكرد أقلية في الجزيرة. والجزيرة تاريخيا من آلاف السنين، 5000 سنة، هي منطقة كردية. يعلم من يلم قليلا بالتاريخ أن الجزيرة كانت تابعة للإمبراطورية الميتانية سنة 2400 قبل الميلاد. طبعا دراستي كانت معتمدة على عدة مصادر، سأذكر لكم المصادر. هي أورهان محمد علي من كتاب عبد الحميد الثاني، أنيس مديوانية القامشلي، جونوفيلهم الحوريين، حوريون تاريخهم وحضارتهم، دكتور جمال رشيد أحمد، فوزي رشيد تاريخ الكرد القديم، كمان أيضا جوان سعدون بداية نشوء الحسكة وتوطين العرب البدو فيها من قبل العثمانيين، خالد عيسى دراسات تاريخية، الحزام العربي في ذكراه الثلاثين، عبد الرقيب يوسف الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى، محمد أمين زكي تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي، محمد جمال مراحل تاريخ إعمار الجزيرة السورية، محمد عبدو علي جبل الكرد عفرين دراسة تاريخية اجتماعية توثيقية وجغرافية شاملة. طبعا سأختصر هنا الحديث عن الجزيرة لأنه كثر الحديث عن الجزيرة. طبعا بداية نقول نحن مكونات المنطقة في الجزيرة نعيش منذ زمن مع بعضنا البعض، ولا توجد بيننا هذه الحساسيات الكثيرة إلا في الآونة الأخيرة. أصبحت الأمور تظهر على السطح من قبل الشوفينيين الحاقدين، كما قلت الذين تجاوزوا النظام في عنجهيته، فهذا رد عليهم. طبعا الكرد سأتحدث مثالا عن أوركيش. أوركيش كانت مركز المملكة الحورية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. أوركيش طبعا هذه المملكة كانت تمتد من جبال زاغروس حتى البحر المتوسط. العاصمة كانت واشوكاني أي سريكانية المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها من المعارضة السورية. سأذكر بعض الدول الكردية والإمارات الكردية في العهد الإسلامي كالروادية، السالارية، الحسنوية، الشدادية، الدوستكية، المروانية، الليرية، الأيوبية، الأردلانية. الدولة الدوستكية تأسست سنة 982 للميلاد، مؤسسها بادين بن دوستك. كانت تشمل أجزاء كبيرة من كردستان الشمالية بين قوسين تركيا، وبالنسبة للجزيرة كانت تمتد من سريكانية أو واشوكاني إلى ديريك. هذا بالنسبة للتاريخ. أنا أتحدث عن 1000 سنة. لمن يقول بأن الكرد جاءوا من تركيا أو من هذا الكلام التافه أو أعتبره ترهات لا تمت للواقع بصلة. فيما يتعلق بمحافظة الحسكة، لن أطيل عليكم كثيرا، لكن محافظة الحسكة اسمها قد جاء من العشيرة الكردية الإيزيدية الهسنكانية، وكانت تمتد من مدينة الحسكة إلى شنغال. هذا بالنسبة للحسكة. أما يتعلق في النسب السكانية وغيرها، في دراستي في مركز مدينة الحسكة، أركز مركز مدينة الحسكة، الكرد أعتقد 40%، العرب 40%، الباقي من الأخوة المسيحيين. هنا أذكر العالم ديفيد أوتس يقول عن العشيرة الإيزيدية الهسنكانية تم تسمية الحسكة على اسم عشيرتهم الحسكة. تم بناؤها سنة 1908. في هذا العهد كان السلطة العثمانية، السلطان عبد الحميد كان ضعيفا، والاتحاديون كانوا يسيطرون على الوضع، وهم من جلبوا العرب البدو إلى منطقة الحسكة. من هؤلاء
العرب. هم من عشيرة الجبور القادمين من دير الزور، وأصلهم من شرق الجزيرة العربية، عشيرة البقار القادمة من شمالها، وعشيرة طي وأصلهم من العراق. طبعا لا تزال معاهدة العشائر العربية وتوقعهم موجودة في الأرشيف العثماني، تعهدوا فيه بعدم الاعتداء على حدود الإمارة الملية لإبراهيم باشا الملي الممتدة غربا حتى نحر البليج في الرقة. تعرفون جيدا مشروع الحزام العربي، تم توطين 40 قرية عربية في محافظة الحسكة على طول الحدود من سريكانية إلى ديريك، بطول 300 كيلو متر وعرض من 10 إلى 15 كيلو متر. نأتي إلى قامشلو. بحسب إحصاء 2003 عدد سكان قامشلو كان نصف مليون نسمة. النسبة التقريبية للكردية 80%. بالنسبة لسريكانية، يقول العلامة محمد أمين زكي نقلا عن السير سيدني سميث: كان هناك في العهود القديمة منطقة شمالها بحيرة وان، وشرقها كركوك، وجنوبها بابل، وغربها وادي الخابور. وكان يستقر في هذه المنطقة شعوب باسم السوبارتيون والسوباريون. في القسم الغربي من نهر دجلة كانوا يعرفون باسم الهوريين أو الحوريين. وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي الحلف الموجودة الآن في سريكانية، تابعة لسريكانية. وكانت العاصمة معروفة باسم واشوكاني، يعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع قبل الميلاد، أي 3500 سنة قبل الميلاد، وليس منذ 50 سنة أو 70 سنة. بالنسبة لعامودة، يذكر محمد الآلوسي في كتابه نشوة المدام في العودة إلى دار السلام، يقول بأن كان فيها 70 بيتا وفيها مسجد، يدل على أن عامودة كانت عامرة منذ 150 سنة، وهي من أقدم مدن وقرى المحافظة. يوجد فيها 200 ألف نسمة، الكرد فيها 99%، المساحة 1000 كيلو متر، وعدد القرى 168 كلها قرى كردية. بالنسبة لسريكانية طبعا عدد السكان 124. أتحدث عن نهاية 2012. عدد السكان 124 ألف. المركز 40 ألف نسمة المركز. فيما يتعلق بالمركز نسبة الكرد كانت 35%، وعدد القرى التابعة لها 137 قرية. فيما يتعلق بالدرباسية، الدرباسية مساحتها 920 كيلو متر مربع، سكانها كانوا 111 ألف نسمة، يشكل الكرد أكثر من 97%. عدد القرى 204، تم ضم 31 قرية من هذه القرى لناحية أبو راسين. فيما يتعلق تلتمر 45 ألف نسمة، المساحة 1980 كيلو متر، والقرى 76 قرية. فيما يتعلق بمركز المدينة فهي تتساوى بين الكرد والعرب والأخوة الآشوريين. تلبراك عدد سكانها 50 ألف، مساحتها 116، عدد القرى 295، منها 73 قرية كردية تقع في الجهة الجنوبية. فيما يتعلق بزرقان أي أبو راسين، سكانها 41 ألف نسمة، المساحة 400 كيلو متر مربع، القرى 88 قرية خليط بين الكرد والعرب. تربة السبية تم تعريبها إلى القحطانية سنة 1969. طبعا إن لم تكن الجزيرة كردية لما تم كل هذا التعريب من قبل النظام. عدد سكان تربة السبية 130 ألف، مساحتها 865، وتتبع لها 142 قرية. تشل آغا ومعربة إلى الجوادية، سكان مركز المدينة 5000 من كرد وعرب، وعدد قليل من المسيحيين، وإجمالي عدد السكان هو 30 ألف، مساحة 477، وعدد القرى 60 قرية. قركيلة معبدة 90 ألف نسمة، نسبة الكرد حوالي 98%، المساحة 102 كيلومتر مربع، 62 قرية. رميلان 3000 وحدة سكنية، 11 ألف نسمة، 40% من أبناء المنطقة، والباقي موظفين من باقي المحافظات. ديريك 175 ألف نسمة، مركز المدينة 50 ألف، منهم 15 ألف مسيحي. قامت الحكومة بتوطين عائلات عربية للتأثير على التركيبة السكانية. المساحة 1140 كيلومتر مربع، وعدد القرى 126 قرية. طبعا بحسب ما توصلت إليه وبحسب منشق من الأمن السياسي في مدينة الدرباسية، قال لي بالحرف الواحد بأنه في العام 2006 مكتب الأمن القومي
في سوريا قاموا بتوجيه الأمن السياسي وعن طريق النفوس كي يعلموا بنسبة الكرد في محافظة الحسكة. قال: توصلنا إلى نتيجة، طبعا تعاون مع النفوس، دوائر النفوس في المحافظة، بأن عدد الكرد هو 64%. 64% كرد، الباقي من باقي المكونات. قام نظام بشار الأسد والمعارضة الأسوأ منه بقلب هذه النسبة، وجعل نسبة الكرد قولا طبعا 36%. طبعا كما يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله. طبعا نور الله لا يمكن إطفاؤه، والحقيقة لا يمكن إطفاؤها، وسيبقى هؤلاء في حقدهم وسيموتون في حقدهم، ولكم الشكر.